بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني فيديو جديد. دي ساعة ريدمي، المفروض ان هي تبع شركة شاومي، بس مش متأكد اذا كان هي فعلا ولا لا، لان مفيش اي كلمات او اي حاجة تثبت. تمام. وانا حاسس ان هي مش تبع الشركة، لان انا حاسس ان مقاس الشاشة صغير. فالمهم احنا هنفكها ونغير لها بطارية سوا. الساعة دي بيبقى نظام تقفيلها من تحت، يعني انا سخنت عليها، ومفروض ان هي الفك بتاعها هيبقى سهل، يعني انا فتحت الغطا برضو مع التسخين. تمام. بص كده بقى، لو بصينا هنا كده هنلاقي في سلك ملحوم من هنا لهنا، ودي اللي هي الحتة دي تتكبس هنا. تمام. احنا لو فكناها فكت من بعض، كان دي بتبقى نظام كبس. فاحنا هنعمل اول حاجة دلوقتي عشان نعرف نشتغل، هنفك اللحام اللي هنا ونحفظ مكانه عشان ايه ما ننساهوش وقت التركيب. بس كده. تمام. ده اللزق اللي هو السيليكون اللي بنلزق بيه. تمام. هي فعلا البطارية منتفخة، جبنا بطارية جديدة، بس الفكرة كلها في المقاس. المقاس ده اكبر شوية اللي معايا، اشوف لها نفس المقاس. لحظة خليكم معايا. المقاس ده زي ما قلت لكم كبير شوية عريض، جبنا مقاس اصغر شوية. تمام. اول حاجة هنفك البطارية من اللزق كده، هنلاقي في عندنا كابل احمر وواحد اسود. تمام. الاحمر ده الموجب، وهنلاقي هنا مكتوب عند الاحمر موجب. السلام عليكم. سلام. معلش دخل عليا زباين. المهم في عندنا هنا كابلين. باب المحل متكسر، الحمد لله الازاز اتكسر، فهنلاقي فيه دوشه شويه، معلش سامحوني. في كابل احمر وكابل اسود. الاحمر ده الموجب، لو بصينا كده هنلاقي مكتوب هنا ايه جنبه موجب، والاسود ده السالب. دايما حطوا في بالكم في اي بطاريات زي كده، الاحمر الموجب والاسود السالب، حتى في الايربودزات برضه. تمام. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنفور اللحام، يعني هنشيل البطارية القديمة. تمام. كده احنا شلنا القديمة، فعلا هي منتفخة، يعني انتهت صلاحيتها. دلوقتي احنا هنركب الجديد زي ما قلت لكم، الاحمر هي الموجب، الاسود هو السالب. هنيجي هنا عند الاحمر ونركب الاحمر بتاعنا. الموبايل طبعا بيبقى في حضني، معرفش اتعامل كويس اوي يعني. كده احنا ركبنا البطارية. تمام. هنيجي بقى نبيتها في مكانها هنا. نحاول ناخد السلوك دي تحت شوية عشان ما ترخمش على التقفيل، والبطارية تبعد بالشكل ده. نبدأ بقى ايه، اول حاجة نلحم السلك ده مكانه، اللي هو الحتة دي. اهم حاجة بعد ما تستخدم المكوة تستنى ان هي الايه
تاخد يعني تنشف، يعني ما تشدش السلك، حاول تبقى ثابت كده ثانيتين ولا حاجة لحد ما القصدير ينشف. دلوقتي احنا هنكبس دي، نكبسها مكانها هنا، هي نظام كبس. بصوا نكبسها كده، نعمل كده، احنا هنعملها باللزق، بس عايز اشوف الاول كده. انا ما عنديش حاليا شاحن اللي هو النظام الدبوس دوت، بس هو كده ان شاء الله هتشتغل. يعني هي بس عايزه تقعد على الشاحن شويه وهتشتغل. البطاريه حتى منتفخه خالص، موضوع سهل جدا. الغطا ده بيبقى ملزوق لزق استشوار، يعني اي حاجه تسخن عليها وانت بتفك عشان اللزق يفك معاك. تمام، بس هي كده مش هتشتغل معانا عشان عايزه شاحن. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو حد محتاج اي حاجه اكتب لي في التعليقات، وبرضو في رقم للتواصل، يعني لو معاك ساعه في اي مشكله او حاجه عايز لو عندي اي افاده مش هتاخر عليكم. رقم 010 11 27 47 43. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.